لو معاك 10 ملمات النسر 1960 ألمونيوم يا جماعة، تكون الخامة بتاعتها ألمونيوم، فدي سعرها عامل 30,000 جنيه. أيوه زي ما بقول لك كده، لو معاك 10 ملمات النسر الألمونيوم 1960 فدي سعرها غالي جدا يا جماعة ونادر جدا يا جماعة، سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه. بس محدش يجي لي جوه الفيديو ويجيب لي 10 قروش 1960 ويقول لي اهيت معايا. لا يا جماعة، الحاجات دي كلها ملهاش أي لازمة. 10 قروش 1960 ألمونيوم ملهاش اي لازمه، بقولها لكم اهوت ملهاش اي لازمه. وكذلك برضو 10 ملمات 1960 النسر مصنوعه من النحاس او من البرونز ملهاش اي لازمه. العمله المطلوبه اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه هي 10 ملمات وتكون نسر ألمونيوم 1960. كلامي واضح؟ اللي معاه العمله ديت هو اللي يصورها لي ويبعتها لي، هي دي اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه. بس قبل ما اقول لك ليه سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه والمواصفات اللي فيها اللي خلتها بالسعر ده، فبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا لايك وتعليق عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. ويلا بينا دلوقتي نخش جوه الفيديو نتعرف ليه ال10 ملمات النسر الالومنيوم 1960 ويوصل سعرها ل 30,000 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم يا جماعة من جديد. النهاردة هنتعرف على 10 ملمات النسر ألمونيوم 1960 النادرة الشهيرة اللي سعرها وصل بالفعل ل 30,000 جنيه في حالة الأنصر. لو هي زيرو بدون أي خبطات أو نقرات حالتها زيرو فبيوصل سعرها ل 30,000 جنيه. طب إيه المواصفات بقى اللي في ال10 ملمات النسر ديت اللي خلتها ب 30,000 جنيه؟ ال10 ملمات ديت مصنوعة من الألمونيوم، مصنوعة من الألمونيوم. القطر بتاعها 23 ملي والوزن بتاعها 7.5 جرام. طب ليه سعرها غالي كده؟ اللي خلى سعرها غالي كده اللي هي تم عمل منها بروفة للإصدار سنة 1960 ولكن لم يتم إصدارها، وتم إصدار منها كميات قليلة جدا، لذلك هي موجودة بندرة أو مش موجودة كتير جدا في السوق، وهو دي اللي سعرها اللي مخليه بيوصل ل 30,000 جنيه. طب إيه اللي متاح زيها؟ موجود 10 ملمات نسر بس نحاس، وموجود 10 ملمات نسر بس برونز سنة 1960 ودي سعرها مش غالي جدا، ملهاش أي لازمة وموجودة مع كل الناس. رخر كل الناس هتبعت لنا 10 ملمات نسر نحاس او برونز. لا يا جماعه، العمله دي مش مطلوبه، اللي مطلوبه 10 ملمات النسر ألمونيوم 1960. طب موجود ايه تاني زيها؟ موجود 10 قروش النسر 1960 ودي مصنوعه من الألمونيوم. موجود 10 قروش نسر ألمونيوم 1960 بس دي برضو مش مطلوبه، دي متداوله وموجوده مع كل الناس فملهاش اي قيمه، محدش برضو يبعتها لنا. اللي مطلوبه يا جماعه العمله النادره المطلوبه اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه لابد ان يكون مواصفاتها كالاتي: فيها تكون 10 ملمات في الخلفيه ومكتوب 1960 وتكون مصنوعه من الألمونيوم، والوجه بتاعها يكون عليه نسر وفي جوه النسر نجمتين بيرمزوا للوحدة بين مصر وسوريا، وفي الخلف وفي الظهر بتاعها مكتوبة الجمهورية العربية المتحدة. دي العملة المطلوبة اللي سعرها بيوصل ل 30,000 جنيه. أي عملة خلاف المواصفات اللي أنا قلتها ملهاش أي قيمة أو سعرها بيكون عادي جدا جدا جدا، يعني بيكون 5 أو 10 جنيه للقطعة. أنا كده خلصت يا جماعة كل ما يتعلق بالعملة. طيب العملة دي لو معايا أبيعها فين؟ تبيعها من خلال 4 أماكن قلنا عليهم مرارا وتكرارا. وتبيعها اول حاجه من خلالي انا شخصيا، لو معاك العمله هتبعتها لي بس العمله المطلوبه نفس المواصفات هتبعتها لي وتصورها لي وهتواصل معاك وهنبدا نحدد ونقيمها هل حالتها بتجيب قد ايه، لان حالتها مش كلهم هيجيبوا 30,000 جنيه، بيبدا حالتها اقل حاجه من 5,000 جنيه الى 30,000 جنيه هنقيمها وناخدها منك. طيب لو مش عاوز تبيعها من خلالي، في 4 اماكن تقدر تبيع بيهم العمله في اماكن مختلفه. اول مكان تبيعه في الاسواق الحره اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، سواء موجوده في القاهره او الاسكندريه. فين بالظبط؟ تبيعها من خلال سوق اللي بينعقد كل يوم سبت اللي هو اسمه سوق ديانه، بينعقد كل يوم سبت من الساعه 8 صباحا الى الساعه 5 مساء. دي بينعقد كل يوم سبت. فين موجود سوق ديانه ديت؟ موجود في وسط البلد في شارع عماد الدين الألفي. تمام. تبيعها ايضا في سوق تاني بينعقد في الاسكندريه في ميامي في جنب كافيه صيام. طيب تبيعها فين تالت؟ تبيعه في المتاجر الالكترونيه اللي موجوده على الانترنت على جوجل زي جوميا وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي اي باي والعديد من المتاجر الالكترونيه.
طيب تبيعوا فين تاني؟ تبيعوا من خلال المزادات اللي موجودة على جروبات الفيسبوك، وهسيب لكم العناوين بتاعة الجروبات في الرابط اسفل الفيديو. طب تبيعوا في الرابع، تبيعوا من خلال موقع اوليكس اللي موجود على الانترنت، بتعرض فيه العملة وبتتباع وبتتواصل مع صاحبها وبياخدها من. انا كده خلصت يا جماعة، وبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. اما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.